بيقول لك بزيره واخوان بزيره. ماله يا عم بزيره؟ وايه حكايه بزيره وروايات بزيره؟ بيقول لك كده كده يا زمالك الدوري في الجزيره عامل فيها بطل، وهو بتاع بليله وعنده قاموس بيحضر نفسه للعوده هتقول لي ايه ده رايح الاهلي؟ اقول لك انت بتحلم. والاهلي لسه هيستنى فوموس؟ ده فوموس قاعد في البرازيل عمال يعمل لايفات تيك توك والراجل مروق على حاله. الزمالك سيبه بقى ينتع بقى بيانات وتصريحات. هو الراجل قال لك التصريح وسابك انت بقى تنتع مع حالك. ما انت هو ضامن حقوق يعني؟ هو مش ضامن حقوق. يلا يلا الملعب ولع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا اخوتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. واحب ابدا كلامي طبعا بصلاة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا محمد. ومش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويرفع رايه الاسلام والمسلمين رحمه امواتهم وامواتنا اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الشعار ده نعمه وجماهيره نعمه، واللي يكرهه ان شاء الله يعمل. يعني يعمل بقى ولا ما يعملش احنا ما. لكن اللي احنا بنشوفه ده ضحك السنين اقسم بالله. تعال نشوف بزيره، اخوان بزيره، فاموس ومش عارف بيقولوا ايه. بيقولوا المشيب بتاعهم. خلينا نقول بيان بزيره. بيان رسمي من لاعب اخوان بزيره لاعب الزمالك. اليوم اريد ان اتحدث مباشره الى جماهير الزمالك. خد يا جماهير تعالى اسمع مني عشان اقول لك الكلمتين دول. الاعلامي بدون فريق الإعلامي أو محام أو أي توجه من الأشخاص الذين يعملون معي، لأنني أؤمن أن هذه الرسالة يجب أن تخرج من قلبي حتى تعرفوا الحقيقة كاملة. بص الكلام ده من هنا من ناحية الشعار، فلازم تسمعه كويس عشان لما يطلع من ناحية الشعار كده تفهم. تمام خلينا نكمل. وصلت إلى الزمالك في النصف الثاني من عام 2025. أنا بقالك سنة يا وزيرة وعملت كل بدرسة فيه حاجة تضحك بقى بالبيان ده برضه. ومنذ اللحظة الأولى شعرت بانتماء كبير لكم، وهو شعور لم أشعر به مع أي جماهير منذ رحيلي عن فاسكو. لم تكن الرحلة سهلة وحدثت أمور كثيرة لن أكشف عنها الآن حتى لا أسيء للنادي أو للعاملين فيه. لكن دعمكم كان السبب في صمودي ورفضي عروضا مهمة نهاية الموسم الماضي. يعني الراجل بيقول لك أنا الموسم الماضي رفضت عروض كتير لأنني كنت أريد إكمال مهمتي ومساعدة الزمالك على استعادة لقب الدوري بعد 4 سنوات، وقد نجحنا في ذلك معا، ولا أندم لحظة على قرار البقاء بعد ذلك. وعدني النادي أنا ووالدي أكثر من مرة بالموافقة على الرحيل عند وصول عرض مناسب، بل وتم تحديد قيمة الصفقة والتي كانت ستكون الأكبر في تاريخ النادي. يعني هنسد ديون النادي واللي جابوا النادي واللي صنعوا النادي واللي عملوا النادي. يعني الديون عليكم كلها هتتسد وهتدفع الفلوس اللي عليكم. هيشبرق عليك الراجل بيقول لك أنا هشبرق عليكم. صفقتي كانت هتشبرق على الكل. فإيه الدنيا معاكم؟ مفيش. الآن وصل هذا العرض لكن النادي لم يلتزم بالوعد الذي قطعه لي، وهذه ليست المرة الأولى التي لم يتم فيها احترام ما تم الاتفاق عليه معي. أيوه كنت بعوز كتمنص ما كانش بيبقى موجود، أقول لهم يا جماعة عايز أمشي ما كانش بيبقى موجود، وأنا راجل بقالي معاكم 5 6 سنين هتلاقي مني إيه يعني؟ هذه المرة لن أقبل بخلاف الوعد، ليس فقط من أجل مستقبلي الاحترافي ولكن أيضا لان الزمالك يحتاج الى اموال هذه الصفقه لترتيب اوضاعه الماليه. بص انا قلبي على الزمالك يا جماعه، انا قلبي على الزمالك عشان يرتب اوضاعه الماليه لازم الراجل يسد دي. جو حر يا جماعه بطريقه فظيعه. وحتى لا يمر اللاعبون الذين سيبقون في الفريق بنفس الظروف الاولى. يعني اللاعبين اللي كانوا موجودين ما يمروش بنفس الظروف اللي انا مريت بيها بقى، وعدم سداد الديون وبتاع والشغل ووجع القلب ده. والوعود، طب الوعود اللي انت وعدتها مني وعدها لك ده لسه ده هيرد عليك هيقول لك انا ما حدش ليه دعوه بالكلام ده. كان المهم ان تسمعوا الحقيقه مني مباشره، لان البعض يصورني على انني الطرف المخطئ بينما ضميري مرتاح لانني فعلت كل ما يجب علي فعله منذ البدايه وحتى النهايه. ورغم كل ما تعرضت له منذ انضمامي الى الزمالك فانني لم اخطئ في حق النادي يوما، وكنت دائما اتصرف بدافع حبي واحترامي لكم. لكن لكل شيء حدود وانا وصلت الى حد. بص انا جبت اخر منكم، انا جبت اخر منكم. شوفها جايه معاكم ازاي وانا معاكم. لا بس انا جبت اخر منكم. اللي انتوا بتعملوه ما ينفعش وما يرضيش حد وما يرضيش ربنا. فانا جبت اخر معاكم فشوفوا انتوا جاي معاكم بايه. قام جاي النادي قال له طب بص احنا جاي معانا بالكلام ده. بيان بقى البيان الضحك، بيان الملعب بقى هنا ولع. الملعب هنا بقى في البيان ده الملعب ولا انا بتكلم وانا برد.
بيان نادي الزمالك. يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن غلق الباب أمام أي عروض لبيع اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة. بص يا بيزيرا، ولا بيع ولا ما بيعش. أنت ما أنتش ماشي، ده يا عم أنا عندي عرض مش عارفة منين. أنت ما أنتش ماشي، شوفها جاية معاك بيه. ويشدد المجلس على أن النادي حسم موقفه ولن يناقش أي عروض تصل للاعب والزمالك لا يمكن إجباره على البيع سواء للاعب بزيرة أو غيره، خاصة أن اللاعب منقطع عن التدريبات. بص يا بزيرة، ولا أنت ولا غيرك يا بزيرة هتمشوا من النادي. شوفها جاية معاكم بإيه، وأنا معاكم ولا أنت ولا أي حد من الفريق هيمشي طالما هو منقطع عن التدريبات، وطالما هو تجيب لي بقى مليون تسد ديون النادي، أنا مش ممشيك. ويشدد مجلس الإدارة عن أن بيان اللاعب الصادر اليوم تضمنا كلاما حول وعده من النادي بالرحيل نهاية الموسم، وهذا لم يحدث من جانب رئيس النادي أو من أي أعضاء المجلس، وكان على اللاعب أن يحدد من قدم له هذا الوعد. بص يا وزيرة، أنت كنت المفروض وأنت بتتكلم تقول مين اللي وعدك بالوعد ده. ما قلتش مين اللي وعدك، يبقى ما فيش حد من الناس اللي موجودة دي وعدك. طب مين اللي وعدك يا باشا؟ أكيد جون إدوارد اللي راح. اكيد هي حسبه يعني، مش حسبه بيرما، هي حسبه معروفه ايه. طب خلاص وعدك جون ادوارد ماشي. وريني بقى مين اللي وعدك ومين اللي هنفذ لك وقول. لكن احنا بالنسبه لنا احنا ما وعدناكش بحاجه عشان تبص بقى، وعشان الموضوع ايه، حماقه يعني. الموضوع دخل كده في ايه، في ضرب وشريط وبنيات هتشتغل دلوقتي. تمام. الحاجه الاخيره، ولضمان حصول الزمالك على حقوقه قام مجلس اداره الزمالك باختار اللاعب بضروره العوده الى القاهره والانتظام في تدريبات الفريق فورا في ظل ارتباطه بعقد رسمي مع النادي لمده 3 مواسم قادمه. بص عشان انت ليك 3 مواسم، هتقعد ال3 مواسم اهلا وسهلا بيك، انت تقعدهم تشوف ده يا جماعه. طيب. انا سمعت ان هو فاضل له موسم في عقده، بس ما علينا. خلينا نكمل. كما اكد مجلس الاداره ان النادي يتخذ كافه الاجراءات المقرره وفقا لعقود واللوائح المنظمه، بما في ذلك تطبيق اللوائح الداخليه على اللاعب مع احتفاظ النادي بخبره. انت عندك حقوق، انت عندك لوائح داخليه. ما تشوفه يا عم، انت عملت تحقق ابو زيره والنبي ابو زيره. ابوس رجلك يا ابو زير، ارجع ابو زير، ما عندناش غيرك يا ابو زير. هي دي اللوائح الداخليه للنادي. يا عم ابو زير اما ترجع بقى، يا عم ارجع بقى، ما ترجعوا يا رجاله. عبد الله السعيد بالله عليك ارجع. يلا عشان هو بيقول لك اسطوره النادي، لما نشوف اسطوره النادي. سلام.